السلام عليكم. النهارده معانا فكره حلوه قوي طبعا، لاننا احنا كلنا ستات بيوت مدبرين وموفرين وما بنحبش نرمي حاجه غير لما بنستفاد منها. هي معجون السنين بعد ما بيخلص معايا الانبوبه اهي بالشكل ده، نرميها؟ لا طبعا ما نرميهاش، هنعمل بيها فكره حلوه قوي. وهي عندي فكرتين، يا اما هجيب الانبوبه بالشكل ده ونقص من هنا ومن هنا، تمام كده بالطول وبالعرض الناحيتين دول، يلا بينا. وادي اهو بعد ما قصيتها، يلا نفتحها مع بعض ونشوف. شايفين مليانه قد ايه؟ شايفين؟ رغم ان احنا طبعا معصرينها كويس جدا، بس برضو بتبقى مليانه من جوه. طيب، يا اما هنستخدمها عادي، دي ممكن تقعد معاكي يومين ثلاثه تغسلي منها، يعني ممكن ان انت تستخدميها. بصوا بتطلع كميه كبيره قد ايه. ده لو انا هستخدمها في فرشه الاسنان، دي حاجه. وطبعا عشان تستخدميها وما تنشفش معاكي وعشان تقعد معاكي الثلاث ايام، لازم تقفليها كده بمشبك او باي حاجه، تمام كده. طيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا مثلا مش عايزه استخدمها لفرشه السنان بالشكل ده، هتبداي ان انت تفتحيها كده وتحطيها زي ما هي بعد ما قصيتيها بالشكل ده في السيفون بتاعك، بتخلي التويلت زي الفل. بجد بتخليه تحفه، اللي هو بتخلي قاعده الحمام بتاعتك بتبرق، خصوصا طبعا اللي هو عشان فيها نسبه موبايل، تمام كده. يا رب تكون الفكره عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.